مش الارقام دي ما طلعتش انجليزي، طلعت عربي. امال الارقام العربي دي بقى تبقى ايه؟ من الاف السنين ما كانش في حاجه اسمها ارقام، كانت الاعداد عباره عن رموز، سواء في الحضاره البابليه او في الحضاره المصريه القديمه. لكن بعد كده جه العرب واخترعوا ارقام معتمده على الزوايا، فطلعت الارقام دي. يعني عندك مثلا رقم 1 اترسم بالشكل ده علشان فيه زاويه واحده، 2 فيه زاويتين، 3 فيه 3 زوايا، وهكذا لحد رقم 9. صفر بقى اترسم على شكل دايرة علشان ما فيهوش أي زوايا خالص. طب ولما الأرقام دي أصلها عربي، إزاي بقى بقت إنجليزي؟ الأرقام دي انتشرت بشكل كبير جدا في المغرب العربي، اللي هو تونس والمغرب والجزائر، ومنها للأندلس. فبقت أوروبا كمان واخدة الأرقام دي، وخصوصا إن أوروبا في الفترة دي كانت بتستخدم الأرقام اللاتينية، بس هم لقوا إن الأرقام العربية أسهل وأوضح، فقرروا إن هم يعتمدوها. أمال الأرقام العربي دي بقى تبقى إيه؟ في رأيين. الرأي الأولاني بيقول إن الأرقام دي أصلها هندي، وهو ده شكلها في الهند. ورأي تاني بيقول لا، الأرقام الهندي دي مش شبه الأرقام العربي خالص، فبالتالي الأرقام دي عربية جدا. طب إزاي؟ الأرقام دي واخدة شكلها من الحروف، يعني رقم 1 قريب في الشكل من حرف ألف، 2 ممكن يبقى لام أو دال مقلوبين، 3 هي جزء من حرف السين، 4 من العين، 5 من اله، حتى الصفر شكله جاي من النقطة اللي بتكون فوق الحروف. يعني من الآخر كده الأرقام الإنجليزي دي أصلها عربي، والأرقام العربي أصلها عربي برضو، حتى لو كانت فكرتها هندي.